خلينا متفقين كده مع بعض ان العبط رخص، لكن يلا بينا نحاول ننقذ ما يمكن انقاذه. اتفضل. لماذا سمي شهر رجب باسم رجب؟ على اسم سيدنا رجب صلى الله عليه وسلم. صح رضي الله عنه. انت راجل صح. يعني بتجيب لنا معلومات جديده في الدين، هنفضل على المعلومات بقى اللي هي لا لازم نجدد. انت عندك حق. انت جبت سيدنا رجب منين؟ إيه؟ طب انت كان ايه في دماغك؟ يعني قول لي كان في ايه في دماغك؟ يعني كنت عايز توصل عايز اعدي من فوقيك؟ يعني تخيل انت الكاوتشات اصلا بتدوس عليك وبتطلع انت فاكر الامر برضه هيكون عادي؟ يعني انت عايز توصل لايه؟ انت فهمني وانا هفهم. يا كل الناس، انا الدابه من الارض المذكوره في الايه 82 من سوره النمل. طب تمام قوي. حضرتك بس انت متاكد هي سنه جميله؟ هي بسنه ما شاء الله عليها، يعني من بدايتها كلها اخبار لذيذه علينا، فما عنديش اي مشكله فيها. بس حضرتك في فرق ما بين الدبه في الارض والدبابه، فحضرتك تقصدي ايه بالظبط؟ عشان ممكن تكوني في خطا لغوي في الموضوع. وملخص كلامي للناس ان احنا بنعيش فتنه المسيح الدجال، وعشان نخلص من الفتنه دي ونقضي عليها لابد من اجتماعنا على الاستغفار ودعوه العالم للمشاركه. بصي، هو الكلام جميل، انا ما عنديش اعتراض في الكلام، بس انت ايه دنيتك؟ يعني مش عارف يعني بصراحه. لسه برضو مقتنعه ان انت دبه في الارض زي ما احنا؟ اتفضلي. يا أمة لا إله إلا الله، يا ناس، يا كل الناس، أنا الدابة من الأرض المذكورة في الآية 82 من سورة النمل. أيوة كده خلاص، أنا كده فهمت اللي فيها. ثانية واحدة، ثواني أهي. اتفضلي خدي ملبس. كمان هيعلم على السيجارتين وحلو معاه. اتفضلي ما تكسفيش. انت يومك اسود يا مشخة، ده انت يومك اسود. تيتا في ايه؟ مش كده، وحيد الله شويه على البيت. وبعدين انت مين اللي فاهم المصريين؟ انا نفسي اشوفه بس اللي فاهم المصريين ان النت بيجيب فلوس. قسما بالله لا هشنقه احرقه اغرقه في نفس ذات اللحظه. في ايه اللي بيحصل ده؟ امال مين الشيخ؟ امال مين الشيخ؟ مين يا مشخة اللي شيخ؟ بعد بقى ما تعايريها وتعذبيها كده وايديها بقى وايديها او ممكن نعمل حاجه افضل يعني الطف، نولع شعله كده كبيره ونحط فيها خشب، نقوم حاطين البت تحت الخشب وايه وبنزين بقى وفهماني، ونشوف بقى هنعمل فيها اي اشكال تعذيب. انتوا بتعملوا ايه في البيت؟ في ايه؟ انا هفضحك. ايه ده الشخه دي؟ ايه ده الشخه دي؟ ايه ده ما الشخه دي؟ طب انا اسف، بس انا بجد حاسس الموضوع قلب نتانه زياده عن اللزوم، فكفايه يا تيتا لحد كده. انا متشكر جدا ومقلب لطيف، وبجد اسعدتونا وابهرتونا، واتمنى طبعا ما نشوفكمش تاني في الحياه خالص، واحنا مسامحينكم عشان كمان مش عايزين نشوفكم في الجنه، لان المختصمين هيقفوا قدام ربنا، احنا مش عايزين نشوفكم خالص. شقة لله، شقة تمليك لله يا جدعان، لله 4 حيطان وباب. لا حول ولا قوه الا بالله، والله صعبت عليا. انا بعدين بقى في حاجه بس غريبه، الشقه بتبقى 4 حيطان وباب. انا قبل كده كنت واخد شقه 3 حيطان واكره، فما كنتش عارف اعمل. انا كنت فاكر ان الشقه كلها 3 حيطان واكره زي ما انا خدتها، طلعت 4 حيطان وباب. لا، في معلومات برضو بنستفيد منكم فيها. اتفضلي. 4 حيطان وباب لله. محتاجه شقه ضروري تمليك. حضرتك محتاجه شقه تمليك لله، لحد يديها لك لله، فطالعين بنشحت شقه لله تمليك، بس مش هينفع ايجار. العقد يكون مكتوب فيه تمليك، تمام؟ عشان ايه؟ محدش يفكر يبعت شقه تبقى 59 سنه هخرب بيت امه. طالما بتعمل حاجه لله اعملها على اكمل وجه. انت؟ ايوه انت. انا ايه؟ وحشت قلبي. بس والله بتكسف بقى، مش كده بتكسف. انا برضو يعني بتكسف. بس في سؤال معلش، هو انا عارف ان انا هثبت عليك ومش وقته. في حضرتك مأكده لنا يعني زي ما بتقولوا لنا ايه؟ اهي دي عيني، حاطه لنا خط كده تحت عينك بتاكديها لنا كده اهو. احنا عارفين ان دي عينك، وحاطه لنا شريط لحام. ليه حاطه شريط لحام؟ يعني لعل المنع خير يعني. بس انا مش مقتنع بالشريط اللحام ده. اصل احنا عندنا كده عادي طبيعي يعني. ليه شريط لحام؟